السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في قناة مصر وطني. جمعة طيبة مباركة على الأمة العربية الإسلامية جميعا في كل مكان. هفتح مقطع لحضراتكم تداول بشكل كبير على التواصل الاجتماعي وجميع المنصات، ونرجع تاني نعقد مع بعضينا ويلا بينا. ابن رئيس مباحث ايه؟ معلش قول لي كده، ابن رئيس مباحث ايه؟ معلش. لا انا مش ابن رئيس مباحث، بجد؟ ابن عمي شغال في الداخليه. اوكي سجليها بقى. لا ما انا مسجله. لا ما انا بقول لك سجليه عشان انا ما بخافش ولا انت ولا اللي وراكي. لو اللي وراكي رئيس حتى. اوكي حلو قوي. حلو والله. طلعت. وزي ما شفتوا كده يا محترمين، المقطع او المشهد او الفيديو اللي هو تصدر البحث والنتائج الاولى على التواصل الاجتماعي. فيديو متصور لشاب، كاتبين على الفيديو شهاب ابن الجمعية رقم 1. الفيديو ده اتصور من خلال كاميرا تليفون، مش تم البحث عنه يعني ولا تم تفريغ اي كاميرات في الشوارع، ولكن كان مجهز للتصوير. دايما كده لما بنلاحظ كده واقعة بيكون فيها خيبة، بيكون فيها إساءة أو إهانة لشخص معين أو لفئة معينة أو لسلطة معينة، بنلاقي كاميرا التليفون مجهزة من بداية الكلام لنهايته. ولكن الواقعة اللي هي بتكون واقعة حقيقية من أرض الواقع دي بيجيبوها من أي كاميرا في أي محل في الشارع، في أي عمود كهرباء. دي الواقعة عامة يعني اللي أنا أعترف بيها. ولكن أي كاميرا مجهزة للتصوير، عايزك تكون متأكد 1,000,000% إن الفيديو ده إثارة جدل، إثارة فتن، تشويه للسلطة أو للمكان اللي هو موجه ليه. زي ما سمعتوا كده الشاب ده إن هو على سبيل المثال، وكما تحدثت يعني أحد المواقع، إن هو خبط عربية واحدة ست، والست بتكلمه وبتقول له أنت بتعمل ليه كده ولا ما بتعملش ليه كده، والكلام اللي سمعتوه حضراتكم. فقال لها أعمل اللي أنا عايزه، وأنا ابن عمي في الداخلية المصرية، يعني في الشرطة المصرية، وأعمل اللي أنا عايزه. يعني بيبلطج على حس ابن عمه، بيبلطج على الشرطة المصرية، بيبلطج على الداخلية. من خلال الفيديو ده والرسالة اللي عايز أوصلها الشاب ده اللي هو مدعوم برضي من جهات، مش عايزين نتكلم يعني ونوضح أكتر من كده في الفيديو، من جهات عايزة تشوه صورة الداخلية، وشوية منهم صورة الجيش المصري، وشوية منهم الرئيس. دول كلهم كده أنا بالنسبة لي بعتبرهم سلة مهملات، يعني كلهم كده بجمعهم في سلة واحدة، بعتبرهم سلة مهملات ومكشوفين وباينين وواضحين. هاتولي كده بالمنطق وبالعقل اي حد كده كفينا احنا كشعب يكون ابن عمه ولا ابن خاله ولا اخوه ولا قريبه يكون في الشرطة الداخلية، او يكون تابع لأي جهة في البلد أو أي سلطة في البلد، وممكن ينزل يبلطج على حسه والكلام ده كله. مفيش الكلام ده على الإطلاق في الدولة. يعني مبدئيا الكلام ده ما بيحصلش وما بنشوفوش من داخل دولة مصر. احنا دايما لما بيكون لينا حد في الشرطة بنكون نموذج طيب ليه في الشارع، يعني بنظهر صورته ان جرايبه واهله وحبايبه نموذج مشرف، نموذج محترم، عشان كمان نوصل للناس ان الشرطة المصرية او الداخلية نموذج مشرف ونموذج محترم. ولكن في خلال ان انا يكون ابن عمي في الداخلية او في الشرطة او يكون اي منصب في الدولة واطلع بلطج على حسه، كده ملهاش الا معنى واحد، ان احنا بنسيء للشرطة وبنسيء للسلطة وبنسيء للمنصب وبنسيء للكرسي، ونرجع في الاخر نقول ادي مصر يا محترمين، ادي مصر يا ساده يا كرام، اللي ليه ظهر ما يتضربش على بطنه. الفيديو ده يا ساده كرام متظبط وليه انتاج وليه اخراج وليه كمان تأليف، يعني مؤلف ومتمنتج ومخرج تحت رعاية الخونة. وفي النهاية يا سادة محترمين هيتم القبض عليه وهيتم التحقيق معاه، وهتكتشفوا ان لا ليه ابن عم ولا ابن خال ولا قريب ولا حبيب له اي علاقة بالداخلية المصرية، وهيتم التحقيق معاه على الفور. وعايز افكر حضراتكم في نهاية الفيديو، لو تفتكروا واقعة الفنان محمد فؤاد لما كان اخوه تعرض لأزمة قلبية وخده طبعا وداه المستشفى، وكان في اشتباكات ما بين الفنان محمد فؤاد وما بين احد الاطباء في المستشفى، وجت واحدة بعد كده طبعا في نهاية الحوار ده حبت تاخد اللقطة لابسة نظارة
ولابسه باضي ولابسه بنطلون ولابسه جزمه كعب عالي ولابسه نضاره شمس. وانتوا ازاي تتعاملوا مع الفنان محمد فؤاد كده؟ ده انتوا من عامه الشعب واحنا شخصيات عامه. طب انت مين يا ستي؟ انا بنت اخت محمد فؤاد، انا بنت اخت محمد فؤاد. طلع محمد فؤاد في نفس الفيديو في نفس التوقيت لما تم القبض عليها وتم القبض على الفنان محمد فؤاد، او تم استدعائه هو والطبيب اللي تم الاشتباك معاه داخل المستشفى وتم التحقيق معاهم. محمد فؤاد نفى ان ليه شخصيه او حد بالاسم ده او بالشكل ده، وقال ده مش بنت اختي. يعني الادعاءات الكاذبه وارد علينا وده طبيعي جدا وتعودنا عليه ولازم تتعودوا عليه، بس لازم كمان تكون حريص وتكون واعي وتكون فاهم بما انك مصري وطني حر شريف ان مصر متحاصره من الداخل والخارج. مصر على حصار وعلى حرب من الداخل والخارج. في كل الاحوال حفظ الله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظ الله الجيش المصري خير اجناد الارض، حفظ الله الشرطه المصريه، حفظ الله الشعب المصري العظيم، حفظنا وحفظكم الله جميعا، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.